بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ورثة الأنبياء أن يقدموا لكم مجموعة من الدروس المباشرة والمسجلة على الرابط www.waratat.do.com. والآن مع هذه المادة. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. الأحكام قسمان: قسم ما يثبت استقلالا، وقسم ما يثبت تبعية. فالأول محصور وغالب الأحكام منه. شرعية، مثلا بيع السيارة، بيع الأرض، بيع البيت، بيع كذا، أحكام تثبت مستقلة وحدها، وهي أكثر أشياء. مستقلة لها حكم شرعي وحدها. وهناك ما يثبت من الأحكام ما يثبت التبعية، وهو الثاني. فالأول غير محصور وغالب الأحكام منه، والثاني محصور. ومثاله المجهول لا يجوز بيعه استقلالا. المجهول لا يجوز بيعه استقلالا كالحمل مثلا، ويمنع من البيع. فلو أن لشخص شاتين، هذا مثال لكي تفهم، لو أن لشخص شاتين حامل وحائل، أي شاة حامل في بطنها وليد، وحائل وشاة أخرى خلو ليس فيها شيء، أي ما فيها حمل. فقال الرجل يريد أن يبيعك، فقال الحامل ب1000 والحائل الذي ما فيه حمل ب800، جاز ذلك، لأن الحامل حازت فارق السعر، لأن تلك حامل ب1000 ريال هي وابنها الذي في بطنها، لكن تلك التي ليس في بطنها ولد، الشاة التي ليس في بطنها حمل ب800، وتلك اللي في بطنها حمل ب1000. فالفارق معنى فارق الحمل. لكن لو قال أبيع حمل هذه الشاة، ما يريد يبيعك الشاة، وإنما يبيعك الذي في بطنها. قال أبيع حمل هذه الشاة، فلا يجوز، فلا يجوز، لأنه قلنا مجهول. فهذا تبع يجوز بيعه تبعا، ويثبت البيع، لكن لا يجوز بيعه استقلالا. إذا استقل فوقع يسقط البيع. قال يثبت. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، أي البيع هذا يثبت ويجوز، لا إذا استقل فوقع. فإذا استقل هذا المجهول يقع أن يسقط البيع ولا يتم. مثال آخر: الدود الذي يخالط الحب والتمر يحرم بيعه،
فإن باع حبا أو تمرا في حدود قليل فلا يطالب بشيء، جاز، لأنه تبع في البيت، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولا حكم إذا تبعت غيرها. وكما ذكرت لكم في البيع لا يجوز بيع المجهول كما ذكرت استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. والجهالة اليسيرة تكون تبعا لما ظهر، والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للتمر ونحوه. بعض الأشياء البسيطة لو أكل إنسان تمرة وفيها دودة وما انتبه لها ما تحرم عليه، لأنها تبع، يكون حكمها تبع لذلك، ونحوه تبعا للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابة. والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. وهلم جرا. في هناك أحكام وهي قليلة، والأغلب من الأحكام الاستقلال، لكن الأحكام التابعة هي قليلة كما ذكرنا في الأمثلة السابقة توضيحا وتبيينا لهذه القاعدة، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أنه يثبت تبعا. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد من الدروس والصوتيات المباشرة والمسجلة. يرجى زيارة موقع الشبكة على الرابط www.waratat.do.am. وجزاكم الله خيرا.